كان ليا صاحب كده من زمان مش شقيان، حالته زي الفل و110. كل حاجة بتجيله على الجاهز، فلوس جاهزة، أكل جاهز، عربية قبل ما يتعلم السواقة. بس كان دايما قاعد على السرير مكتئب، واقول له مالك يا عم؟ يقول لي انا مش لاقي طعم لاي حاجه. مره قلت له بقى يا عم انت زي الفل وحالتك مية مية، انت ما عندكش اي مشاكل، ده انت مترف. رد هو عليا وقال لي شكرا يا عم يا مترف، دي يعني شتيمه؟ ساعتها بصراحه ما عرفتش اقول له ايه وما ردتش، لكن اللي رد عليه عمنا الكبير واللي بنتكلم عنه في السلسله ديت ابن خلدون. تعال نشوف قال له ايه. ابن خلدون بيقول ان الطرف ده مش شتيمه، الطرف ده مرض، بس للأسف بيجي بأعراض عكس اللي احنا متخيلينها. الطرف مش بيخليك جعان، بيخليك شبعان لدرجة ان انت اصلا ما عندكش احساس بأي جوع، مش حاسس بأي حاجة. ابن خلدون بيقول في كلمة جميلة جدا، بيقول لك الطرف يميت الهمم. بالمعنى الحرفي كده يعني يطفي النار اللي ممكن تخليك تقوم من سريرك تتحرك وتشتغل وتسعى وتنتج. يبقى كأنك بالظبط كده نمت كتير وقايم الصبح تعبان. والطرف اللي بيتكلم عنه ابن خلدون مش انك غني، يعني الطرف مش معناه الغنى، لا. ابن خلدون بيقول ان الطرف هو انك تسعى تدور لحياتك على معنى، يبقى في قيمة موجودة عندك في الحياة، وبناء عليه انت كده هتحس بمعنى لحياتك، ومش هتدور على اللذات بس، لا انت هتدور على المعنى. وافتكر معايا كده ليه اكتر ولاد ناس تعبوا في حياتهم وكانوا اتأسسوا والدنيا جت عليهم وبيطلع منهم رجالة. وشوف برضك في اليمة التانية اولاد الناس المرفهين بيضيعوا كل حاجة في اول طلعة هوا. ابن خلدون بيشرح ده وكأنه قاعد وسطنا دلوقتي، وبيقول لك ان الجيل اللي بيتعب هو اللي بيحافظ على الحاجة اللي بين ايديه، والجيل التاني اللي بيجي بعده اللي بيكون مرتاح ومرفه هو اللي بيضيع وبيدور على متعة لذيذة سهلة مش معنى للحياة. دخل في الجيل التالت بقى بيضيع كل اللي فات. لو انت دلوقتي مش قادر تكمل ولا عارف تبدأ ولا لاقي معنى لحياتك، ممكن جدا تكون ان انت كده مشغول براحتك، عايز تستريح عن روحك. تخيل معايا كده لو الدول زي البني ادمين، تتولد، تكبر، تنمو، ترتاح وتريح، وبعد كده تنهار. ابن خلدون شاف ده قدام عينيه في دول زي المغرب، في المماليك، في الأندلس، وشافه كمان في كل جيل متدلع وهو لسه ما عملش حاجة. فكرت كده في الموضوع ده وانا براجع مسلسل عبد الغفور البرعي، حسيت ان فكرته فكرة خلدونية رهيبة. لما كان بيقسى وبنقول عليه جاحد ان هو بيعامل ابنه المعاملة ديت، لا طلع صح. ما هو ابنه لما جه بعده كان هيحس بالرفاهية وان الحاجة جات له على الجاهز وبالتالي هيضيعها. وكان من الحكمة ان عبد الغفور يوريله الدنيا ماشية ازاي، وزي ما كلنا شفنا المسلسل وشفنا فاطمة قد ايه كانت بتضغط عليه. الطرف بيخلي الواحد يموت وهو حي. الطرف يعني السعي مش الكسل والنوم. هيطلع لي واحد كالعادة هيقول لي فين الطرف ده يا عم محمد؟ بس هاتهولي وانا هبهدل بيه الدنيا. هقول لك بقى ان الطرف ده مش الغنى، الطرف يعني السعي، يعني وجود معنى وقيمة لحياتك، يعني قلبك ووعيك مش راحتك. تخيل بقى معايا كده ان الطرف ده بيخليك تضحك وانت مش سعيد، زي اللي اتكلمنا عنه في الاول. لو الطرف ده موجود بيكون مفيش معنى حلو قوي لحياتك. بتحس ان انت بتنام كتير بس برضك بتقوم تعبان، تاكل كتير وفي نفس الوقت مش شبعان. عايز اقول لك بقى لو انت حاسس ان انت مرتاح شوية كده ومش مبسوط، يبقى لازم تراجع نفسك. يمكن تكون انت مش محتاج تعمل حاجة جديدة او حاجة جديدة تجيلك من بره، يمكن بس محتاج تفهم وتعي كده كلمة التعب اللي موجودة في حياتك. حس بالناس اللي بتتعب، حس بالتعب اللي انت بذلته قبل كده. فاكرين فكرة نار البدايات؟ لما تحس ان انت خلاص ما بقيتش حاسس بأي معنى لحياتك، ابدأ دور بدأت ليه من الأول، ايه الأصل في الموضوع. ساعتها هيجي لك الشغف تاني ويكون عندك قيمة ومعنى وروح لحياتك. شفت كده لما بيقول لك كذا حد بتلاقيه رايق ودنيته حلوة جدا وقاعد طول النهار في التكييف وفي المكتب، بس حالته مش قد كده. اكتر ناس دي بتكون اصلا عندها مشاكل نفسية.
ليه؟ مش هقول اكتر، في قطاع كتير منهم ليه؟ مش حاسين لحياتهم معنى. كل حاجة جاية لهم سهلة، كل حاجة موجودة في حياتهم سهلة، مفيش تعب، مفيش جهد بيتبذل، ومفيش سعي حقيقي. وطبعا في ناس منهم كويسين جدا وربنا كرمهم، ولكن انا بتكلم على الفئة اللي موجودة دي، اللي مش حاسة ان لحياتها ليها معنى، ولا حاسة كده بطعم للحياة برغم الغنى والطرف ده. وهنا بقى بقول لك مش الحل يعني ان انت تخرج من التكييف وتعذب نفسك وتبهدل نفسك، ولكن عايز اقول لك فكرة الطرف اللي موجودة في دماغك دي، الطرف ده يعني السعي. وكمان تفهم ان المعنى ما بيجيش من الراحة، المعنى لحياتك ووجودك بيجي من الرحلة اللي احنا بنمشيها مع بعض. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن الاقتصاد، بس مش من يمة الجنيه والدولار، عارفك بتحب الفلوس يا لئيم زيي. هنتكلم عن الاقتصاد اللي بيبني دول وبيعمرها، وفي نفس الوقت بيكسرها ويهدمها من غير ما نحس. وهنفهم كمان ان الفلوس مش ممكن تشتري راجل، الفلوس ممكن تسجنك جواها. طبعا لايك وشير ايها المشاهد الراجل علشان نوصل الفيديو ده لاكبر عدد ممكن. وبما انك وصلت لحد هنا، هل الحفلة اللي معمولة على العالم الكبير مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون تستاهل كل ده، ولا ليك رأي تاني؟ شاركني في التعليقات تحت. وبس كده، سلام.